اقسم بالله لو عملت اللي انا بقوله بالحرف هتتخطى حالة الاكتئاب والاحباط اللي عندك، وهتتحول لبني ادم حالتك النفسية في اعلى الدرجات لشكل ما تتخيلوش. اول حاجة غير شكل الروتين اليومي بتاعك، لازم يومك شكله يتغير، لازم يومك يبقى فيه صحيان بدري، يبقى فيه صلاة، يبقى فيه شغل، يبقى فيه وقت بتقعد فيه مع اهلك او اسرتك، يبقى فيه وقت انت بتشيل الفيشة تعمل اي حاجة بتحبها، ان شاء الله تعمل كوباية شاي وتقعد في البلكونة نص ساعة او ساعة تفصل عن الكوكب كله. 2، زي ما بتاخد قرار انك تقطع علاقتك ببني ادم، لازم تاخد قرار انك تكسر الوحدة وتدخل ناس جوه حياتك. الصاحب ساحب، نقي الاصحاب وقرر الناس اللي تبقى في حياتك، انت اللي بتختار ده وده وده لازم يبقوا في حياتي، لان وجودهم في حياتي بيغير كل حاجة. 3، انت لازم تتغلب وتنسف الافكار السلبية اللي موجودة جواك. كل الافكار والمعتقدات السلبية والتشاؤمية اللي جواك هي بتاخد روحك، بتسحب روحك، بتموتك بالبطيء. انت اللي بتخلق بايدك حالة الاكتئاب لنفسك، لازم تقنع نفسك انها تفرج وانها تتحل وانها تتيسر. اخر حاجة واهم حاجة الانس بالله. مفيش بني ادم بيبقى قريب من ربنا غير ما بيبقى مطمن، مفيش بني ادم بيذكر ربنا غير ما ربنا سبحانه وتعالى يعني مش عايز اقولك بيشيل الهم والضيق من صدره. اتآنس بالله واطلب من ربنا سبحانه وتعالى العون. اذكر ربنا سبحانه وتعالى في صلاتك وفي قيامك وفي كل شيء بتعمله في حياتك، والله يعني والله العظيم هتحس براحة نفسية ما تتخيلهاش. ابدأ فورا طبق ال4 حاجات دول على طريقتي مش طريقتك، وان شاء الله هتتغلب على الاكتئاب والاحباط نهائيا.